سي مهدي الحلوي كما نعرفوا مهرجان تبرقة للجاز يرجع بعد 6 سنوات، والأكيد الديوان الوطني للسياحة عنده دور بما أنه يعني باش يساهم في تنشيط السياحة الثقافية في المنطقة. طبعا اليوم نعرفوا مهرجان جاز متسمي على طبقة وكوجهة سياحية. اليوم أحد يعني الركائز الأساسية لتنشيط الحركة السياحية بجهة طبقة هو المهرجان في حد ذاته. وذاك عليه معناتها سواء وزارة السياحة أو الديوان مأمنين بالمهرجان هذية وبالشراكة. ونحب نحيي الشراكة هذه مع وزارة الثقافة ومختلف هياكلها. اليوم معناتها حطينا دعم مباشر للمهرجان، وثم ان شاء الله زاد عده تسهيلات اخرى على المستوى اللوجستي باش نقدموها ان شاء الله للمرتدين المهرجان او للصحفيين اللي بالطبيعه لمزيد المساهمه في انجاح الحدث هذايا الثقافي والسياحي، وخاصه لمزيد تنشيط جهه تبرقة اللي هي جهه سياحيه بامتياز، واللي احنا الحقيقة أنا يعني في العمل متاعنا قاعدين نحرصوا كل الحرص على تنمية الجهة هذه وتدعيم القطاع السياحي ونشاط القطاع السياحي في الجهة. اليوم الحاجة الباهية أنه على مستوى جهة تبرقة قاعدين نسجلوا في تطور على مستوى عدد الوافدين وعدد المقاضات. اليوم على مستوى الاستثمار السياحي كيف قاعدين نشاهدوا في تطور على مستوى نوادي الاستثمار، وعلى مستوى بعض المشاريع تخص المؤسسات الفندقية أو مؤسسات التنشيط السياحي. وهذا من شأنه أنه يدعم الحركة السياحية، ويدعم إن شاء الله في السنوات القادمة حتى الناس اللي تحب تتوافد على المهرجان، دونك تلقى بالطبيعة الاستقبال الطيب، وتلقى المؤسسات اللائقة اللي تنجم تستقبلهم في أفضل الظروف.